من يومين بمناسبة حلفان اليمين للقضاة الجداد بيطلع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود بموقع البطولة والسائر وحساني واحد منا من الثورة إنه هو يابا منتفض على السلطة السياسية كلها سوا بدك تروق حضرة الرئيس لأنه أنت بالأساس السلطة السياسية هي اللي جابتك. إذا أنت منتفض مع فريق ضد فريق ما بتكون أنت لا سائر ولا بطل، بتكون بكل بساطة منحاز وبالعلامة أنت قسمت الرأي العام، قسم معك ومع طارق بيطار وقسم ضدك انت وطارق بيطار. انتوا احلى كوبل، افشل كوبل بالدوله اللبنانيه انت وطارق بيطار. ما طلع من امركم شيء، اردتوا اهل الضحايا وبتضحكوا عليهم وبتكذبوا عليهم، واردتوا الموقوفين واهل الموقوفين وما عملتوا القرار الظني. عشو متكل انك تقول لا ينتظم عمل القضاء الا اذا استكمل التحقيق بقضيه المرفأ؟ انه عم تبتزنا يعني موقف امور الناس كلها، المحاكم كلها سوا مسكره والسجون مكتظه، وانت بتعرف انه 45% من المسجونين من الموقوفين هن سوريين. يعني عبء على الدوله اللبنانيه، يعني انت بتخليهم هودي على قلبنا اكلين شاربين نايمين على حسابنا، وما رح تشملهم عودة الناس. حين اذا حصلت ووزير الداخلية هيدا الشخص الوحيد يلي بيرفع له القبعة عم بيقول لك انه السجون مكتظة ما بقى نحتمل. نحن اللي بدنا نعرف مين فجرنا مش انت. نحن بدنا اياها منك. تفضل شو عملت غير انك حاجز رهائن؟ الموقوفين هودي رهائن. شو ما قالوا اهل الضحايا مسامحين، هودي ناس عندهم جرح فيهم يحكوا اللي بدهم اياه. انا يمكن لو مات لي حدا وميت لي حدا اثنين من البترون، بس لو ميت لي من قلب بيتي كنت قلت ان شاء الله بتموتوا كلكم سوا، ان شاء الله بينحبسوا كلهم اخر همي. بس انت قاضي ما بتمشيك العاصفه، ما فيك تضلك تارك 17 موقوف رهائن وما نكمش عليهم شيء. اكثر شيء ممكن يطلع عليهم هو الاهمال الاداري، هيدا اذا طلعوا مذنبين يعني ماكسيموم 3 سنين، ورح نوصل ل 3 سنين. بس 3 سنين بلا ما تبت باخلاق سبيلهم. شو حجتك؟ هي طلبات الرد انه انت ما عم بيخلوك عامل اضرب من خبريه ما خلونا. انت لازم تلاقي الحل اذا بدك تلاقي الحل، بس الظاهر ما بدك. انت رئيس مجلس القضاء الاعلى مش انا ولا مرسال غانم ولا رياض طوق ولا رياض ابيسي. انت صاحب القضاء وصاحب القانون. مبين المهندسه تبع التلحيم طلعتها والحمد لله على سلامتها، انبسطنا لها كثير. بس ليه طلعتها؟ ضغطوا عليك من السفاره الفرنسيه لانها مع جنسيه فرنسويه. بس المتعهد الفقير سليم شبلي واثنين الشغيل السوري اللي معه بعدهم لانه ما شدت فيهم السفاره وما حدا هددك كرمالهم مثل ما هددوك ولاد فياض وصحتين على قلبهم انهم طلعوا ابنهم. الموقوف اللي من بيت فياض طلعتوه مبين لانه هددوك. خفت انت وطارق بيطار البطل الثاني. نعمي براكس اللي موقفه حضرتك شو عمل غير انه نفذ القرار اللي اخذه ريمون خوري بتنفيذ القرار القضائي. ريمون خوري مضي وقتها عن شفيق مرعي لسبب او اخر ما بعرفه انا. شفيق مرعي منه ماضي على القرار ووقفته كمان. بدري ظاهر ما كان من الاساس بدايرة المانيفست، كان مطرح تاني بالبور. ما خصوا بالعنبر ولا من يحزنون، مش لانه عوني بدري ظاهر انا لازم اوقف ضده. هيدا اسمه ادعاء مزور من القاضي غسان خوري. ومينيموم غسان خوري يزور تيشيل عن ظهره، ما هو اللي حفظ ملف امن الدولة، حفظ ونضبه بالجرار. انت طارق بيطار احلى كوب موقفين بدر ظاهر ونعمي براكس وشفيق مرعي وغسان خوري. ما سالتوه لسؤال. حسن قريتن مدير المرفأ شاهد ما شاف شي حاجه، ما معه خبر شي الزلمه، ما حدا عاطيه علم. حاطين عنده قنبله ذريه بالمرفأ وما حدا عاطيه علم. الجيش حلل النيترات وما عطى خبر، وامن الدوله عمل تقرير وبعت لكل الناس الا لحسن قرايتم. ليش حبس الحسن قرايتم؟ شفيق مرعي اللي مكان بمركزه طوش الدنيا، طبل الدنيا بالتقارير للأجهزة الأمنية وللقضاء. ليش بعدك موقفه؟ شو كان لازم يعمل يعني؟ ينزل هو يفككها بإيده؟ كل اللي موقفهم كانوا يداوموا بالمرفأ، يعني شو هودي كانوا عم ينتحروا؟ هلا اللي عم يحضرني بيسأل حاله طبيعي إذا كل هولي أبرياء مين المذنب؟ المذنب هو النظام السيستم الفاسد اللي انت واحد منه. التركيبه اللي كلها انه بدك تبعت تقرير لتقرير لتقرير لتقرير، اخر شيء ما قال ميشيل عون وصل للتقرير بس ما قدرت اعمل شيء لانه ما عندي صلاحيات. اذا رئيس الجمهوريه ما عنده صلاحيات مين عنده صلاحيه؟ تفضل يا بطل قل له لحبيبك طارق بيطار يجيب ميشيل عون. بطل رئيس جمهوريه ما عليه حصانه بقى، جيبه على التحقيق اذا بطل. وقت اللي بعت وراك ميشيل عون مشان يقول لك انه بدي عينك رئيس مجلس قضاء اعلى، قال لك روح اعمل له زياره لجبران باسيل. قلت له انت لا، انه انت عندك مبدأ وما بتساوم. من بعد ما لح عليك ميشيل عون وقال لك انه اذا ما رح تزوره لجبران ما رح حطك رئيس مجلس قضاء اعلى، رحت زرته. يعني ما عندك مبدأ وبتساوم. اللي بشرفك ما حدا وعدك برئاسة الجمهورية؟ قول وحياة الله.